انا عايز اقول لكم ان انا اول مره اجرب الميكس ده، وحرفيا كلت الطبق كله على مره واحده من حلاوته. بس ايه حدوته، صينيه تدخل الفرن، نبدا ندهنها بشويه زبده سايحه، واي قطعه موجوده عندك تبدا تقطع بيها الباف بيستري. العجينه دي اللي احنا هنشيلها الزياده دي يا جماعه هنشيلها على جنب عشان هنلمها ونبدا نستعملها في وصفه تانية اهم من الشغل، ظبط الشغل. احنا في المطبخ ما بنرميش اي حاجه. اول ما تعمل الكميه دي كلها كده هتبدا بشوكه تخرمها وتطلع على فرن سخن على 180 بالظبط 10 دقايق، وعينك عليها لحد ما يكون لونها ذهبي وحلو كده. نعمل الكاستر في حله على النار، نحط كوبايه لبن وكل ده على البارد، ومعلقتين كاسترد ومعلقتين من السكر، تقليبه حلوه كده. وكده كده السكر حسب الرغبه. بعد كده تشغل عليها النار على نار هاديه كده بالظبط 5 دقايق. الصوص بتاعنا هيتقل معاك، بصوا هتحسوا ان انتوا كده عملت شويه مهلبيه اخر دلع. بعد كده هتحط مكعب من الزبده وتقليبه حلوه كده. اول ما يوصل معاك للقوام ده هتشيله على جنب يبرد تماما. اظن لحد دلوقتي الدنيا سهله وبسيطه. الباف بيستري طلع لونه ذهبي كده، والله هو شكله مغري لوحده. هتبدا ترصه في طبق التقديم، وتجيب بقى كيس حلواني هتحط فيها الكاسترد اللي احنا عملناه، وتبدا بقى تغرق الباف بيستري. يا لهوي يا دي يا حدوته على الدلع. بعد كده قطع من الفراوله الفريش، وانت هنا ممكن تبدل الفراوله باي فاكهه زي ما تحب. من الاخر اكلتك ودلعها وشويه سكر باودر. جربها وكل وادعي لي. اعمل سيف للحلقه دي عشان لما تحتاج تاكل حاجه حلوه هتفتكر حلقه حدوته. انا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.